شيء غير طبيعي بيحدث في ريال مدريد. النادي دخل موسم والجميع بيقول ان انشيلوتي اتفق يدرب البرازيل ورايح يمشي 100% بصيف 2024. شغلات جديدة من جانب ناتشو. الله أتى في الظلام أن تبحث والعادة هي أن تستمتع بالريال. أن يسجل الريال أن بلينغهام. يا الله، عادة المظلم أن يبثوا، وعادة كرة القدم أن يبحثوا عن المتعة الفرجة عن بيلي بلينغهام الذي يسجل هنا الذي يهو إلينا بأرقام رونالدو آخر من فعل ذلك. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، اشترك لي في القناة وفعل الجرس ليصل. انشيلوتي احتمال يدرب البرازيل في صيف 2024. هذه الحالة عادة يصاحبها تراجع مستوى معظم اللاعبين، لأن العلاقة مع المدرب بتبدأ تبعد، وهذا بيدي عادة إلى انخفاض التركيز بشكل عام. ولكن المفاجأة اللي بيحصل عكس كل ده، اللاعبين مركزين جدا وكأن المدرب هيفضل 100 سنة لقدام. وفق كل ده احتمال ممكن المدرب يفضل في الريال. في كلام بصحف اسبانيه انه ممكن يجدد عقده بالريال، وهذا كله بعد ما فكرت البرازيل انها تتفق معاه، ووافقت انها تحط مدرب مش وطني، مدرب مش برازيلي. هذا اول شيء مش طبيعي بيحدث في ريال مدريد. الشيء اللي مش طبيعي الثاني معروف للجميع، الفريق دخل الموسم بدون مهاجم اللي تعودنا عليه بعد رحيل كريستيانو رونالدو، بدون كريم بنزيما، وبدون تعويض حقيقي للاعب الهجوم بالريال. يعني خوسيليو جاء بنظر الجميع لاعب احتياطي، واللي حصل شيء غريب، لاعب خط الوسط بيتحول لهداف ويسجل عدد اهداف في نصف الموسم اكتر من اي عدد اهداف سجله لاعب خط وسط احنا بنعرفه مع ريال مدريد في السنوات الاخيره كلها. بتكلم عن بلينغهام. يعني احسن رقم سجله مودريتش وكروس بالموسم الواحد في الدوري 5 اهداف، في الفردي سجل 7 في الدوري. حتى اسكو لما لعب دور كبير جنب المرمى في الماضي سجل 10. بلينغهام حتى الآن مسجل 13 هدف. اسكو لعب كذا موسم ومسجل 10، يعني لعب كذا موسم. تخيل بلينغهام ما لعبش إلا نصف موسم ومسجل 13 هدف. روح الشيء اللي مش طبيعي الثالث، فريق حارسه الممتاز السوبر كورتوا انصاب برباط صليبي، والحارس الثاني تقريبا مشكوك فيه كيبا. المنطق بيقول مهما عمل كيبا لازم تكون ارقامه النهائيه بتشبه ارقام كورتوا، بس الامور مش هتوصل، واللي هيكون عدد الاهداف المتوقعه في مرماه 20 وبتسجل 11 بس، يعني نسبه افضل من الموسم الماضي. الموسم الماضي كان لازم يتلقوا 40 ولكن يتلقوا في النهايه 36. هذا الشيء مش طبيعي اللي بيحصل في ريال مدريد. حتى لما غاب أهم مهاجم عندهم فينيسيوس جونيور ما تغيرش شيء، والفريق ما توقفش عن التسجيل، وسجل في 9 مباريات متتالية من بعد التعادل السلبي مع فيليكانو. والأمور تطورت ووصلت إن أي حد يلعب يسجل. شفنا فاسكوس، سيبايوس ودياز، والأساسيين ماشي أمورهم مع المرمى، ورودريجو وخوسيليو كلهم ماشية معاهم. في شيء مش مفهوم بيحصل في الريال رغم كل الغيابات والنقص في التشكيلة اللي دخلوا بيها الموسم. بتحس مفهوم الجينات عندهم حقيقي، وإن كل شيء بيفضل ماشي طول ما الاسم ريال مدريد. ما نعرفش، ممكن النادي لما جاب الرابعة عشر بطريقة عجيبة رهيبة أصبح متحرر من كل الضغوطات، وبالتالي اللاعبين بيلعبوا مرتاحين فبيعطوا أحسن، ولا النادي عنده شخصية العملاق زي ما بعض الناس بتقول. ما بنعرفش إيه اللي بيحصل، لكن الأكيد اللي بيحصل شيء مش طبيعي. الإصابات اللي عند بعض اللعيبة مش سهلة وطويلة جدا، وفي مراكز حساسة، والتعقيد اللي حول الفريق الفنية، والكلام عن خروج المدرب أيضا مش سهل. رغم كل ذلك والأمور ماشية كويس، وكأن أنشيلوتي حفظ اللعيبة بخبراته، وأي شيء بغيره بحركة أو حركتين، لدرجة بتقول فيها إن أصعب مستوى في اللعبة بالنسبة له أصبح سهل. شيء غريب مش مفهوم. حاولت افهم ما قدرتش، عشان كده عملت الفيديو. اشوف تعليقاتكم واشوف ارائكم، ممكن نفهم ايه اللي بيحصل، وايه عدم المنطق الملكي هذا، وايه الشيء الغريب اللي بيحصل في الريال، والاهم هل هذا عدم المنطق قابل الى الاستمرار حتى نهاية الموسم ولا لا. وشكرا.